تتخيل إن في عمارة في أرقى حتة في اسكندرية، تمن الشقة فيها يعدي الملايين، ورغم كده فضلت مهجورة ومقفولة بالجنازير أكتر من 50 سنة؟ عفش بيترمي في الشارع لوحده، حنفيات بتنزل دم، وناس بتنام في سرايرها متغطية تصحى تلاقي نفسها نايمة في الشارع بملابس النوم. ركز معايا عشان دي مش خرافة، ده لغز حير مصر كلها. الحكاية بتبدأ سنة 1961 لما راجل أعمال قرر يبني عمارة فخمة في منطقة رشدي، وهو بيبني الأساسات يقال إن في عامل وقع مات، وصاحب العمارة كتم على الموضوع وكمل صب الخرسانة عليه عشان ما يعطلش الشغل. أول ساكن كان دكتور مشهور فرش الشقة بأغلى حاجة. في أول ليلة وهو نايم سمع أصوات خبط ورزعة في الشقة اللي فوقه، يطلع ما يلاقيش حد والشقة مقفولة، يرجع ينام يسمع كراسي بتتجر وتكسير في الحيطان. وتالت يوم حصلت الطمة الكبرى، الدكتور راجع من شغله لقى العفش بتاعه كله مرمي في الشارع قدام العمارة. مين اللي نزله؟ إزاي نزل؟ محدش عارف. الدكتور ساب الشقة ومرجعش. لو فاكر إن دي صدفة، اسمع التانية. عريس وعروسة أجروا شقة، في نص الليل العروسة بتفتح الحنفية عشان تتوضى، فجأة لقت اللي نازل من الحنفية مية لونها أحمر كاتم، دم. العريس هداها وناموا. المهم ناموا، وتخيل معايا كده يصحوا الصبح يلاقوا نفسهم نايمين على السرير بتاعهم بس في الشارع قدام العمارة والناس ملمومة حواليهم. من بعدها طفشوا، والشركة قفلت بوابة العمارة بالجنازير. مع السنين طلعت إشاعة إنها مسكونة بالجن، بس في تفسير تاني، إن صاحب العمارة مات وورثته اتخانقوا، فواحد منهم كان بيأجر بلطجية يدخلوا بالليل يرموا العفش ويعملوا أصوات عشان يطفش الباقيين ويشتريها بتراب الفلوس. النهاردة العمارة اتباعت واتجددت وبقت سكنية عادية جدا. بس السؤال، هل قصة العفاريت دي كانت كذبة ولعبة من الورثة، ولا العمارة كان فيها حاجة بجد واتطهرت؟ انت ايه رأيك؟ اكتب لي في الكومنتات واعمل شير للفيديو لصاحبك.